من الحصار والخوف والدمار على غزة. كلام الله عز وجل هو اللي بيواسينا. بعد 100 يوم من الدمار، بعد 100 يوم من الاحتلال الغاشم بيعمله في أهالينا وأشقائنا في القطاع، ما زالوا بيصدروا الرجولة ومعنى الرجولة والإيمان بالله والثقة عندهم إن هم هينتصروا وإن هم موجودين على أرضهم. رمضان مش هقول لك طفل صغير، ولكن هقول لك ده ب1000 ده بمليون راجل، لأن بعد ال100 يوم دول لسه قادر يقف وقادر يصور وعنده ثقة وعنده شجاعة إن هو يظهر ويتكلم الكلام الجميل اللي تسمعه النهاردة. لما بنشوف وائل الدحدوح بتبقى حاجة عظيمة جدا، وبجد هو قدوة لكل الشباب اللي طالع، قدوة في إن الراجل ده العزيمة اللي عنده، العزيمة ده عزيمة إيه؟ ده جبل، ده جبل في هيئة بني آدم. وائل الدحدوح ده جبل، ولكن النهاردة معايا رسالة من شاب راجل بمليون راجل. تعال نسمعها ونرجع تاني. بعد حوالي 100 يوم من الحصار والخوف والدمار على غزة، كلام الله عز وجل هو اللي بيواسينا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. تتخيلوا من كتر الحصار والخوف اللي مر على الرسول صلى الله عليه وسلم واللي آمنوا معاه، قعدوا يقولوا متى نصر الله، متى نصرك يا الله اللي وعدتنا فيه. فبيجي الرد اللي بتطمئن له القلوب، ألا إن نصر الله قريب. وهذا اللي احنا متيقنين فيه، إنه إن شاء الله ربنا حينصرنا ومش حيسيبنا بإذن الله. والسلام عليكم. حرفيا الكلام اللي سمعتوه ده مش من حد كبير بقى، ولا حد متخرج، ولا حد في جيش، ولا حد، ده من ولد صغير ولكن بمليون راجل، قادر ان هو يقف وبكل ثقة قدام الكاميرا وطلع واتكلم ووصل رسالته. هم دول الشباب وهم دول الأجيال اللي طالعة في القطاع. يعني لو فاكرين انكم هتقضوا عليهم ومش هيكون في منهم حد تاني وهتعملوا لهم إبادة جماعية، يبقى دي أوهام انتوا عايشين فيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في اللي بيحصل، وليه حكمة برضو في إن الأم الفلسطينية تكون ولادة. الأم الفلسطينية أم ولادة، صدقوني دول عمرهم ما هينتهوا. دول حكمة ربنا، إن أنتوا كل ما تزيدوا طغيان كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيزيد الإنجاب عندهم. بس دول مش زيكم، دول مش بيجروا على الحقن المجهري، دول ربنا سبحانه وتعالى كرمهم بحاجة مهمة جدا، واللي هي إن الست الفلسطينية ولادة، ومعظم السيدات بيبقى الولد عندها توأم، وده على حسب تقريرات وكلام أنا سمعته، ده أنا ما شفتوش على أرض الواقع، ولكن من البحث اللي عملته اتضح لي حاجة زي كده. فربنا سبحانه وتعالى يكسر من إنجابهم، وربنا سبحانه وتعالى يكسر من شبابهم، وربنا سبحانه وتعالى يكسر من رجالهم، لأن هيجي يوم والناس دي هتنتصر، والنصر وقتها محدش ينسب الفضل ليه، هيكون الفضل للمولى عز وجل، ثم بفضلهم هم بإيمانهم بقضيتهم بدفاعهم عن أرضهم وعن نفسهم، علشان محدش يطلع بعد كده ويقول ده أرضنا ومش أرضنا والكلام ده كله. لأ، خلي بالك، الناس دي عانت بقالها 100 يوم ومحدش واقف جنبها. الناس دي بقالها 100 يوم والعالم الظلم كله بيتفرج عليها. الناس دي بقالها 100 يوم كل يوم بيودعوا شهداء. الناس دي بقالها 100 يوم بيتم قصف المستشفيات والجوامع والمساجد وكل الأهداف الآمنة. بقالنا 100 يوم والكيان الغاشم بيعمل اللي بيعمله، وزي كده ما بيقول أنا هعمل اللي أنا عايزه، محدش هيقدر يوقفني. ولكن ربنا ليه حكمة، وأكيد وقت النصر ما جاش، ووقت ما يجي النصر ربنا سبحانه وتعالى هيكون رايد الوقت ده، هينتصروا وأرضهم هترجع لهم. اللهم انصرهم وثبتهم وسدد رميهم، اللهم داوي جرحاهم وارحم شهدائهم يا رب العالمين،
وقوي من منهم على قيد الحياة يا أرحم الراحمين، وزلزل الأرض تحت أعدائهم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.